المالتي تاسكينج بتاعنا، مشروع المالتي تاسكينج، الفحل المصري اللي بيعمل اي حاجه وكل حاجه. الموضوع بيبتدي معاك وانت في ثانويه عامه، بيدولك اختيارات في حياتك اللي هو مستقبلك كله هيتبني عليهم. علمي تبقى مهندس او دكتور عشان ترفع راسنا كلنا، يا اما ادبي بقى انا مش بتاع مذاكره، انا عايز حاجه ارتاح فيها. تقعد بقى تاخد في الدروس وتتعرف على عيال صفرا وتقعد تفحت وتفحت وتفحت في نفسك، وفي الاخر مجموع خرا. وبناء على مجموعك احنا هنقدم لك اختيارات في حياتك اللي برضو مستقبلك هيبقى مبني عليهم. على حسب عملك هتاخد. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. بعدها بقى خلاص بقى انت هتختار تخش الكليه المعينه اللي مجموعك جابها او حاببها، وتخش بقى في دنيا مختلفه تماما بقى، تشوف حريم بقى يبقى نفسك تكلمهم بس انت مكسوف ولا مريض نفسي محدش يعرف بقى، وتلاقي عيال بتلعب ضغط في نص الجامعه عشان يجمعوا الناس يبصوا عليهم. وفرق شبلنجه يا جماعه، فرق شبلنجه دي انت لو دخلت جامعه وما لقيتش فرق شبلنجه انت كده مش في جامعه، انت لسه ما زلت في مدرسه. والبيك مي جيرلز، يا لهوي على البيك مي جيرلز. ياي الاكل ده ياي يا بدالي يا بدالي. بس برضه يعني هتتعرف على ناس كويسه. الناس بتوع الجامعه دول بقى ايه؟ دول احسن ناس ممكن تتعرف عليهم في حياتك. بتيجي كده تشوف وش صاحبك حرفيا مرسوم عليه سندوتش طعميه، انت بتبص له انت عارف هو بيفكر في انهي سندوتش هياكله النهارده. والمشكله ان هو بيبقى في وقت المحاضره ايه اللي هيفكس لها. تكون لسه رايح الجامعه تلاقي صاحبك كده بيقول لك ايه يا اسطى، ما فاكس يا اسطى، ما فاكس يا اسطى اللي انت بتقوله ده، انا جعان يا اسطى وبتاع، ما تيجي يا اسطى ناكل يا اسطى انا مش قادر وبتاع. طب انا عايز افهم، طب طالما انت مش هتحضر انت رحت الجامعه ليه؟ ويا سلام لما تحضروا المحاضرة، اللي هو يعني أصلا لما ربنا يتوب عليكم كده ويهديكوا وتروحوا فعلا محاضرة، أنت بتبص في وش صاحبك بيبقى عامل كده. أنا مش عارف ليه، أنا مش فاهم بجد هو ليه شكلهم كده في المحاضرة. يعني هم بيبقى شكلهم مضحك، أنا ما بستوعب. فعارفين تقعدوا بقى تبصوا على بعض فاهم وتضحكوا بدون سبب. يعني انت بتفضل باصص له بتقعد تضحك كده بدون سبب. انا مش فاهم ايه الفكره اللي تخليك تضحك لما تشوف وش صاحبك في المحاضره، انا مش عارف. لا والمشكله في ايه كمان، ان لو فعلا دكتور لاحظ وطردكم يخرب بيت ام البجاحه، ولا هممكم اي حاجه ولا اي بتنجان، حرفيا انت بتطلع يلا يا اسطى دورين بلاي ستيشن. فانا دايما فاكر ان انا وانا في المحاضرات انا دايما ابص على واحد صاحبي انا خلاص انا ميته من الضحك، انا كده انا خلاص انا عارف ان انا هطرد طالما شفت وشه انا عارف ان انا هطرد. فطبعا زي ما قلنا على حسب عملك يعني هتاخد. فيقرب وقت الامتحانات بتاعك فتسال صحابك ايه يا جدعان ذاكرتوا طيب، ولا يقول لك يا استاذ مذاكره ايه يا اسطى وبتاع، يا اسطى سيبها على الله وبتاع. فانت طبعا ايه بدل ما تذاكر بقى وتلحق نفسك وبتاع، لا يا اسطى تقول لهم وانا اسيبكم تسقطوا لوحدكم، انت شايف يعني ان دي اخلاقي؟ انت شايف ان دي اخلاقي؟ انا مش فاهم دي مش اخلاقي. وتجيبوا درجات زي الخرا في الميد ترم، بعدها تقرروا قرار في حياتكم. بص بقى يا صاحبي، احنا عشان احنا جبنا درجات وحشه في الميد ترم احنا لازم نحضر بقى، احنا هنعوض يا صاحبي نعوض بقى. يا حبيبي يا حبيبي. وفي الاخر ولا بتحضروا ولا بتنيلوا وبتروحوا تاكلوا وتلعبوا بلاي ستيشن برضه لحد ما يجي الفاينل. What do you mean by that؟ تخش تخري فيه برضه فانت بتطلع متضايق فاهم، اللي هو تبقى قاعد متضايق ان انت خريت في الامتحان وبتاع، وتروح تشوف صاحبك وتشكي له على الامتحان كان صعب قد ايه وبتاع، ويقول لك كده بكل برود ما تيجي يا اسطى نشترك في بيتزا رانش يا اسطى، يا اسطى يخرب برودك. لا وكل ده ايه، انا كل ده انا ما اتكلمتش على العلاقات اللي انت هتخش فيها واللي غالبا بتطلع بنتيجه روعه. ده قصه كبيره ووعره، الواحد بيطلع بكميه تروماس كده من الجامعه كده فاهمني. يعني هو ابتداها بثانويه عامه، بعديها ايه بقى الميد بقى اللي هو ايه اللي انت بتطلع بيه من الجامعه بقى. فانا مش عارف يعني الجامعه الى حد ما كانتش وحشه، هي كانت كويسه فشخ بالنسبه لثانويه عامه. ثانويه عامه دي كانت جحيم جحيم والله العظيم. فانت بقى تخلص جامعتك بقى وتروح فين بقى؟ تسال نفسك انت لما بتخلص جامعه بتروح فين؟ ما انت بقى الناس بتوع الجامعه دول مش واخدين بالهم هم بيروحوا فين بعد الجامعه. هتقول لي فين؟ اقول لك على الحلاق يا اسطى. تقول لي ليه؟ هو انا هعمل ايه؟ تقول لي يا اسطى على القرعه.
اقول لك يا اسطى تروح تحلق قرع عشان ما يقوم وراك جيش ويديني وراك فرز. انت فكر نفسك ان انت تاخدها بالسهل. طبعا في ناس بقى انت عارفهم بقى اولاد لذينه بقى، دول بقى اللي بياخدوا اعفاء دول. يا لهوي يا جدعان والله العظيم افكرك ان اي حد واخد اعفاء احسده. انا اهو بقول لك احسده، قول له انت جامد، قول له انت عملتها ازاي، يخرب بيت ام جمالك، احسد ايه، هاتوا الارض يا اسطى، ده اقتله ده اقتله. فانت عيني بقى انت بتبقى مفكر نفسك ان انت تاخد اعفاء عشان ضعف نظر ولا حاجه، عندك مشكله في رجلك ولا دوالي في البطان عندك، بس بتيجي تبص على اللي جنبك ماي جاد وتلاقيه واخد لايك، فاللي هو كوكت، انا كوكت، انا خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي، اتس اوفر. وسلام بقى على تجربه الجيش، بجد دي كانت اروع تجربه في حياتي. انا عشقتها، انا نفسي اجربها تاني. يسطا انت بتخش من الاخر انت بني ادم، انت بتتعامل كبني ادم. الموضوع حرفيا من كتر جماله يطول شرحه جدا. انت من كميه الذكريات اللي انت بتعملها جوه، واو، تبقى نفسك تعيدها وتعيدها كل سنه، بس انت تستمتع بوقتك. يعني انت ان شاء الله لو ربنا كرمك كده ودخلت، انت تستمتع بوقتك، you will enjoy it. فهي مشكلة بقى ان انت لما بتخش الجيش في الاخر كده بيجيلك سؤال معين كده، سؤال كده بضان كده، انا بقى كبني ادم، انا كانسان، انا كحيوان على الارض، انا عايز اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ هشتغل ايه بقى؟ ولا هنيل ايه بقى؟ ولا انا ايه بقى؟ انا معرفش بقى. فلما تخلص جيشك بقى بتروح بقى للعالم الحقيقي، ولا ثانوية عامة، ولا اسوأ جيش في حياتك هيبقى اسوأ من الحياة الحقيقية. الموضوع اتس اوفر دن. مهما عملت في اللي انت الخرا اللي انت عشته كل حياتك ده، بعد الجيش بقى ان انت تشوف بقى الدنيا والدين والتيتا والشريطه، وان انت عايز تعمل ايه بجد، وتبقى عايش في نص البحر مش فاهم اي هو ده بقى الخرا، هو ده بقى الخرا. شوف بقى الناس عماله تجري، واللي لقى شغل، واللي اتجوز، واللي نايل، واللي زفت وبتاع كل ده، وانت لسه بص في العشرين بتحس ان في حاجه غلط. اللي هو يا جدعان في ايه يا جدعان؟ هو انا واقف ليه؟ طب هم الناس عمالين بيجروا كده ازاي؟ طب ما انا قاعد بدور، هل العيب فيا ولا في السيستم ولا ايه؟ ولا هي حظوظ ولا ارزاق ولا هي ماشيه ازاي؟ فانت من الضغط ده هتلاقي كل الناس عماله تسالك بقى ايه يا صاحبي، فينك يا صاحبي؟ تقول له موجود والله. طب ايه يا اسطى بتعمل ايه؟ فاللي هو انت بتبقى محرج ليك بقى ان انت تقول له يا اسطى والله لسه ما لقيتش شغل، ولا شغال في اي فاهم بمرتب، فانت بتبقى مكسوف. يعني الموضوع بيبقى محرج يعني لحد ما. في ناس معينه بتحس باحراج في حاجه زي دي. فاللي هو عارف اللي هو فيلم محمد سعد بتاع يوه نسيت ان انت ما بتخلفش، يعني نفس النظام اللي انت هتبقى عايشه يعني. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. فانت حرفيا مش فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه، انت ماشي، انت عايز تعيش وخلاص بقى، انت عايز تعيش وخلاص. تقعد بقى تدور على وظيفه بقى لفتره معينه على حسب بقى انت وحظك، لحد ما تجيلك وظيفه مرتب في حياتك، ده اذا جات لك فعلا. والوظيفه دي انا بسميها وظيفه العبد. وظيفه العبد ان انت تشتغل وتاخد مرتب ابن انت عبد. يو ار سليف، يو ار سليف. هنا Today's subject is slavery. فتبتدي تفكر بقى انت، لا هو انت مش بتبتدي تفكر، هو انت اصلا اوريدي قاعد بتفكر من فتره طويله، يعني قاعد بتفكر فيها كل يوم، بس هي في دماغك انت عطيتها ورا كده، انت قاعد مديلها الزيت منفض لها، بس هي دايما موجوده في دماغك. وتقعد بقى تكلم نفسك بقى، طب انا اشتغلت، طب انا عايز فلوس اكتر يا عم، طب ما انت لسه واصل، ريح او خد شويه وقت ريح فيهم دماغك. لا انا عايز وظيفه احسن، لا انا عايز اتجوز، طب معيش فلوس، هتجوز ازاي؟ هتقعد تحسبها تطلع ان انت تتجوز في سن الثلاثينات ولا حاجه، لو المرتبات فعلا بالمنظر ده، لو ما كانش في ابجريد. وتقعد بقى تاخر في حلمك وكل حاجه نفسك فيها عشان في كميه عوائق بنت وسخه كتيره فشخ. فبعدها بقى لما تيجي الفتره اللي انت فعلا تحقق كل حاجه، تنسى بقى انت كان نفسك في ايه. خلاص انت نسيت، يا اما بقى الزمن بقى ياخدك، انت كده خلاص بعد سن ال30 انت اصلا اوريدي انت راجل عجوز يا صاحبي، انت انا اوديك دار العجزه. ففعلا بتنسى انت كان نفسك في ايه في الاخر، وتنسى بقى احلامك والكلام ده، وتخش في دوامه الحياه. بس لو في نصيحه يعني عايز اديها لك، بما ان الفيديو يعني ما يبقاش كله ملهوش اي 30 لازمه، احسبها صح، احسبها صح. شوف انت نفسك تعمل ايه واعمله، ما تمشيش ورا الناس. هتمشي ورا الناس هتتكعبل. فانت لازم تسأل نفسك انت كبني ادم انت عايز ايه، انت نفسك في ايه. انا ككيان انا نفسي في ايه، عايز اعمل ايه، عايز اشتغل ايه، طب ايه اللي انا بفكر فيه بعد 20 سنة، هل انا عايز اغير، هل انا عايز اعمل، عايز انيل، عايز اجيب فلوس. فاسأل نفسك وعادي.
لايف جوز اون يا برو. لايف جوز اون.